السلام عليكم. كتير منكم بيسأل ايه الفرق بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، او مراقبة او تأكيد الجودة وتوكيد او ضمان الجودة. في ناس كتيرة بتشتغل في المجال بتاع الجودة وبتبقى ممكن يكون مش فاهمة الفرق بين الاتنين. ان شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنعرف الفرق بين الاتنين. ده واحد من سلسلة فيديوهات ايه الفرق بين. معاكم احمد حمدي، وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت. ولو اي حد عنده معلومة زيادة او اضافية او عنده تصحيح لحاجة مش واضحة ممكن يكتب لنا في الكومنتات. يلا بينا. طب مبدئيا كده قبل ما نبدأ نشرح الفرق بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، حابين بس نحكي قصة بسيطة كده، حاجة صغننة خالص كده توضح لنا الأمور شوية قبل ما نبدأ نشرح الفرق بين ال QA وال QC. طيب مبدئيا كده هنعتبر ان انت السيستم بتاعك او الفاسيلتي بتاعك او المصنع بتاعك هو اللي في النص ده الاخضر ده، والمفروض ان حضرتك بيبقى عندك فيه سبلاير وعندك فيه عميل او كاستمر. يعني السبلاير اللي هو المورد والعميل اللي هو الكاستمر بتاعك. انت بتاخد الماده الخام او بتاخد الرو ماتيريالز من السبلاير، تعمل عليها بروسيس، تطلع فاينل جودز للعميل بتاعك. الكلام ده في جزء المانيفاكتشرنج. طيب في جزء السيرفيس الموضوع بيبقى مختلف شويه. يعني في الخدمات المؤسسات الخدميه برضو بيبقى فيها كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس. هي نفس الفكرة بالظبط، بس بيبقى شكل الفريم ورك بتاعنا مختلف سنة بسيطة. يعني مش بيبقى عندنا فيه مورد وعندنا بس، بيبقى عندنا فيه بروسيس او السيستم بتاعك، وعندنا فيه الكاستمر والعميل بتاعك. هنعرف الفرق ان شاء الله باذن الله بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس في الاثنين سيستمز دول، سواء المانيفاكتشرنج او السيرفيس سيستم. طب خلينا نبدا بالمانيفاكتشرنج سيستم. حضرتك دلوقتي بتيجي تاخد رو ماتيريالز من المورد او السبلاير بتاعك، تعمل عليهم بروسيس، وبعدين البروسيس اللي بتحصل دي تحصل على المواد الخام، تطلع فاينل جودز او فينش جودز او منتج نهائي بتبعته للعميل بتاعك بيزد على الريكويرمنتس بتاعه العميل بتاعك. طيب ساعات العميل بتاعك ده بيبقى فيه منتجات مش مطابقة للمواصفات او مش هي دي الحاجات اللي عايزها، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيروح مرجع الحاجات دي للمصنع بتاعك اللي هو انت في النص، تمام؟ يرجع كده الحاجات تاني، يقول لك دي بتبقى حاجه اسمها rejected components بقى، او rejected products، او whatever الاسم بتاعها ايه. او في السيرفيس، يعني لما نيجي نتكلم عن السيرفيس بيسموها كومبلينز او مشاكل، او في مشاكل العميل. بترجع تدخل المصنع تاني، الحاجه دي بيبدا يحصل انفستيجيشن، بيبدا يحصل اناليسيز. ليه المشكله دي حصلت؟ طب ازاي المشكله دي طلعت بره السيستم بتاعي اللي هو الاخضر اللي في النص ده؟ بيبدا يعمل اناليسيز تولز كتيره جدا بقى، يعني حاجات ملهاش نهايه وملهاش عد. منهم اشهر الحاجات اللي هي زي الفيش بون دايجرام، او اللي هي الكوز اند افكت دايجرام. في بقى تشيك ليست، وفي بقى تشارتس، الكنترول تشارت، وفي قصص كتيرة جدا جدا وتولز كتيرة جدا بتاعت اناليسز وانفستيجيشن للمشاكل اللي بتيجي من عند العميل. طيب اللي بيحصل كل ده، اللي بيحصل جوه الفاكتوري بتاعك او جوه المصنع ده بيبقى تخصص حاجه اسمها الكواليتي كنترول. كواليتي كنترول اللي هي مراقبه الجوده اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه في السلايد اللي فاتت. طيب باختصار كده، ان حضرتك لما تعمل كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عليها بقى من انفستيجيشن واناليسيز، وتطبق بقى التولز بتاعت الانفستيجيشن والاناليسيز جوه السيستم بتاعك كده، يبقى انت كده بتعمل حاجه اسمها كيو سي، كواليتي كنترول، او مراقبه الجوده. جميل. نفس الكلام في السيرفيس انت لما بتيجي تعمل مشكله للعميل، بتيجي بتدخل جوه السيستم، بتبدا يحصل انفستيجيشن او يبدا يحصل زي تحقيق، ويبدا يحصل اناليسيز او تحليل للمشكله دي حصلت ليه وسببها ايه. كل اللي بيحصل ده برضو اسمه كواليتي كنترول. طيب نيجي للشق التاني. دلوقتي حضرتك عشان تبقى سبلاير للعميل بتاعك، يعني انت دلوقتي في عميل كاستمر بتاعك ده، انت عايز تبقى سبلاير ليه، بس ده عميل تقيل شويه، يعني راجل كده تقيل ومالي مركزه شركه تقيله قوي. فبالتالي انت لازم ترضي العميل ده، لازم تحسن البرستيج او تحسن الوضع بتاعك. فبالتالي بتعمل ايه؟ بتعمل بقى تقعد تضرب شهادات، او تروح بقى تعمل حاجات الايزو بقى والكلام بقى الاوديتس وي 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 والكلام ده كله. بتحسن الصوره بتاعتك، بتعمل حاجه اسمها اوديتس، او بتعمل مراجعات سواء بقى داخليه او خارجيه، او بتعمل وات ايفر بقى الدنيا بتاعتك بقى ايه. شغل كله تحسين صوره، شغل كله يعني بيظبط الصوره بتاعت الكواليتي بتاعك للعميل بتاعك. جميل. كل الشغل ده بيبقى اسمه الكواليتي اشورنس. فبالتالي باختصار كده، يعني ده برضه هنشرحه بعد كده في الحاجات اللي جايه. الكواليتي كنترول بيلعب شغل اناليسيس جوه، والكواليتي اشورنس بيلعب شغل برستيج وتظبيط دنيا وليله بره السيستم بتاعك. هو المفروض ان الراجل بتاع الكواليتي اشورنس ده بيحسن الصوره اللي بره،
سواء للمورد بتاعك او للسبلاير بتاعك، وفي نفس الوقت هو برضو بيراجع على المورد بتاعك. يعني احنا قلنا في مراجعات بتتم سواء مراجعات داخليه او خارجيه، في مراجعات بتتم من العميل على السيستم بتاعك، وانت المفروض انت كسيستم تعمل مراجعات واوديتس على السبلاير بتاعك، بتشوف هو بيفت الستاندردز والحاجات والريكويرمنتس اللي انت عايزها ولا لا. طيب باختصار كده، ده كده يعني صورة كده لازم نكون عارفينها، ان في مورد، انت عميل، في مشاكل بتيجي، المشاكل دي بتدخل جوه بتحسنها انت ككيو سي جوه، تبدأ تلعب بقى التولز بتاعتك وتعالجها، والدنيا والصورة اللي بره ده الراجل بتاع الكواليتي اشورنس هو اللي مسؤول عنها. طيب عايزين نختصر الكلام اللي احنا قلناه ده باختصار كده. شغل الكواليتي كنترول، شغل اللي هو مراقبه او تاكيد الجوده، ده بيبقى internally يعني جوه السيستم. يعني انت الراجل دلوقتي بتلاقي مراقبين الجوده ومهندسين الجوده او وات ايفر مين المسؤول عن الجوده، الكواليتي كنترول بصفه عامه بيبدا يمشي على خطوط الانتاج او في السيستم بتاعك، يبدا يراجع، ياخد عينات، يعمل سامبلز، يعمل شويه اناليسز، يعمل شويه احصاء. جميل، كل ده شغل كواليتي كنترول. طبعا الكواليتي كنترول بيبقى مكروه جدا جدا في المصنع او في السيستم او في الوات ايفر المكان اللي بيطبق فيه الجوده. ليه؟ لان كل الناس بتكرهه، بتبقى حاسه ان الراجل ده هو اللي واقف لهم في الزور، هو اللي مش عايز العجله تمشي، هو اللي موقف الدنيا، هو اللي جاي يتنك علينا، هو اللي جاي يفرض عضلاته علينا ويقول لي اعمل وما تعملش. فده كده باختصار شغل الكواليتي كنترول، ان هو بيبدا يلعب جوه المصنع بتاعك. طيب الراجل بتاع الكواليتي اشورنس ده بيبقى شغل البرستيج بقى اللي بره، ده الناس اللي هم بتوع البدل، الناس اللي هم بيقعدوا يعملوا بقى السيرتيفيكتس زي ما قلنا، بيعملوا اوديتس، بيبدا يقول لك احنا هنعمل امبروفمنت، هنحط ستاندردز، هيظبط الريليشن شيب بينك وبين السبلايرز والكاستمرز بتوعك. فده الراجل اللي بيلعب على الدنيا من بره، والكواليتي كنترول اللي بيلعب على الدنيا من جوه. طيب ايه تاني معانا؟ الراجل بتاع الكواليتي كنترول كل شغله احصاء، كل شغله بيبدا يعمل تحليل مشكلات، بيبدا يشوف ده ليه حصل، ويبدا ياخد عينات سامبلز بقى للصبح، يبدا يقول للراجل انت ليه عملت مشكله هنا، يبدا يعمل انفستيجيشن. كل ده بيبقى جوه السيستم بتاعك سواء مانيفاكتشرنج او سيرفيس. اما الراجل بتاع توكيد الجوده، بتاع ضمان الجوده او توكيد الجوده الكواليتي اشورنس، ده راجل بقى بيعمل بقى اوديتس، بيعمل تشيك ليست، بيروح بقى يحضر حاجات، الناس اللي هم بتوع الشاي بالياسمين من الاخر، دول اللي هو ايه شخلل عشان تعدي، الناس اللي هي بتبدا تظبط الدنيا، يعني دول اللي هم بيبقوا البدل شويه بتوع الجوده، دول شغلهم كلهم بيبقى تستيف ورق، اعتمادات، شهادات، اوديتنج، بيبقى شغل دوكيومنتيشن اكتر. فده الفرق المختصر بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. طبعا فرق المرتبات طبعا بيبقى فرق السماء والارض بين الراجل الكواليتي كنترول ده، واحد بيبقى جوه المطبخ محدش شايفه، ده راجل بيتسحل في الشفت بيطلع عينه، التاني ده راجل بتاع بدل، راجل رايح هنا وهنا وهنا، رايح بيظبط حاجات ويعني بيعمل بقى مراجعات، وده بقى الباشا بقى، يعني ده الباشا شويه. وطبعا بيبقى فيه فرق في المرتبات السماء والارض بين الاثنين. طيب باختصار كده يعني انا اختصرت الدنيا شويه، يعني اي هوب ان الدنيا تكون، اتمنى ان الدنيا تكون واضحه شويه ايه الفرق بين الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. ده طبعا من منظوري الشخصي، ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، في ناس ممكن تنتقدني كتير جدا، بس يعني ده من خبرتي في المجال بتاع الكواليتي بقالي يعني فتره مش قليله. طبعا بقى في ناس طبعا تقول لك بقى لا ده انت المفروض بتعمل اناليسيز على المنتج، انت بتعمل اناليسيز على خط الانتاج، انت هنا بتحسن مش عارف ايه، يعني شغل بقى الناس اللي هم يعني الكلام بتوع الناس بتوع الكواليتي كتير جدا. بس يعني احنا جبنا الزتونه في الثمان 9 دقائق دول. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويعني يهمني ان انتوا لو عجبكم الفيديو تعملوا كومنت وتقولوا عجبك ولا لا. لو عندك اي اضافه ممكن تكتبها في الكومنتس، لو حاسس ان انا قلت كلام غلط او مش مظبوط ممكن نتناقش في الكومنتس. شكرا، وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.